السلام عليكم، مرحبا بكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نديروا واحد ديكرادي اللي هي زوينه. ديكرادي فينيسيو مزيانه، وغادي نتفاهموا معنا وتتبعوا معنا الفيديو ان شاء الله حتى الاخر. الا كنتي ما تابونيش ابونا معنا في لاشين اللي يوصلك كل جديد، خلي واحد لايك وواحد تعليق. بدوك التعاليق ديالكم نحاولوا نعطيكم احسن ما يكون في الخدمه اللي تقدر تسهل عليكم. اي واحد يكون مبتدئ تسهل عليه الخدمه ويزيد يستافد. كل مره كنبسطوا لكم الطريقه ديال الخدمه كيفاش تخدم بواحد الطريقه سهله اللي ما تصعبش عليكم ولا يسهل على اي واحد مهتم بهذه المهنه. ندوزو للشرح. كما كتشوفوا انا خدمت فيها الطاندو الصغيره، طراسيت فيها الطراسيه كما كتشوفوا. طراسي عادي، ضربت انا بالزيرو رقيق. الزيرو رقيق كما كتشوفوا الخدمه كيفاش كتخدم وكيفاش كتخطف يدك مع الطوندوز. طريقه سهله باش كتجيب الخط متساوي مع بعضياته. واخا كتشوف الطاندوز بحال اللي راها محطوطه في الشعر، ولكن راها في نفس الوقت كتخطف. الطريقه كيفاش كتخطف طريقه سهله، لان كاين بزاف المبتدئين كيبدا يخدم بالطوندوز ولكن ما كيجيبش الخط غادي مع بعضياته، كيضرب الخط وكيفوت كل ضربه كتجي فايته. بعد اللحظات، لان انا كنشرح لكم، ولكن بعد اللحظات اللي غادي نزرب انا فيها الفيديو لان كيكون شرح مفهوم، وهذه الطريقه اللي هي نفسها اللي غادي نشرح عليها كنشرحها لكم. وباش ما نطولش عليكم الفيديو غادي نسرع الفيديو بعد اللحظات. كيف ما كتشوفوا دوزت راسيه ديالي بالزيرو رقيق. دابا غادي نخدم بالطوندوز العاديه وغادي نخدم بالزيرو. بهذه الطريقه كتصعب عليك باش تمسح الخط بواحد الطريقه سهله. كما كتشوف الطريقه اللي كنخدم بها انا، ولكن ما غاديش يبان لك الفرق ما بين الزيرو الرقيق والزيرو العادي. كما كتشوف الطريقه، شوف شنو الفرق. ما كيبانش لك الفرق. فهاد الطريقه بالنسبه للمبتدئين غادي تسهل عليك الامور فاش تهرس الخط. بالنسبه لاي مبتدئ كتكون صعيبه عليه فاش يفين الخط ديال الزيرو الرقيق، كتكون صعيبه عليه بزاف. فهاد الشرح اللي كنعطيك والطريقه اللي كنعطيك كيفاش تخدم كيكون ساهله. وكما كتشوف الطريقه باش كنخدم راك ما كيبانش لك الفرق. وحاول ما امكن تعلم تخطف بالطوندوز. الا ما تعلمتيش تخطف بالطوندوز دائما غادي تخلي الراس، ما غاديش دير الخط ديال الراس ديريكت. مرات تطلع مرات تهبط، مرات تطلع مرات تهبط، لان ما كتكونش كتحكم في الطوندوز. كيف ما شفتوا كيفاش هرست الخط بالزيرو، غادي نهرس الخط ديال الزيرو العادي، غادي نهرسو بالزيرو ونص وغادي يطلع مهرس مفيني. الطريقه اللي كتشوف حاول ما امكن اللي كنوصيك عليها هو الخطيف تكون كتعرف تخطف. كيما كتشوف الطريقه كيطلع الخط مفيني مهرس، ما كيصعبش عليك. ما كتبقاش ديك الخدمه مبعتره، كتطلع خدمه نقيه ومفينيه وسهله في نفس الوقت سهله. بهذه الطريقه ما كتستغرقش الوقت حتى في الكليان، ما كتستغرقش الوقت. كتختصر الخدمه وكتكون سريع شويه في الخدمه، لان الراس ما كيديركش بزاف ديال الوقت. يقدر يديلك واحد ربع ساعه ولا ثلث. من بعد ما خدمت انا بالزيرو نص فينيتو، عاود غنخدم بالواحد في نفس الطريقه. دابا بهذه الطريقه اللي كنعطيك الشرح ديالها باش ما كيبقاش لك الخط وما كيعذبكش في الفينيسيون. خدمت بالواحد. دابا هنا في هذا الخط غادي نخدم بالواحد الرقيق، الواحد لاروب. باش كنفيني به الواحد. كما كتشوف الطريقه كيفاش كيطلع الخط مفيني، تبارك الله. الخدمه كتطلع نقيه وسريعه في نفس الوقت وسهله. كيف كتشوف الخدمه طالعه نقيه، طالعه مفينيه. ديروا واحد لايك وديروا واحد ابوني معاك وبارطاجي الفيديو باش اي واحد يستافد من هذا الفيديو هذا اللي فيه نصائح زوينه وممتازه. وهذا النوع ديال هذا الشعر هذا راك تطلع فيه الخدمه شويه صعيبه. من بعد ما خدمت بجميع الطرق اللي وريتكم، دابا غادي نخدم بجوج اللي هي رقيقه. عاود ثاني كتخدم بها باش كتفيني الواحد وكتطلع الخدمه من الديبار غادي مفينيه، غادي الخط ممسوح بطريقه زوينه.
وسهلة ما كتصعبش عليك وما كتستغرقش الوقت. الطريقة اللي كتشوف طريقة اللي هي سهلة وزوينة وغادي تتبعوا النتيجة حتى الاخر، ما تفوت حتى لقطة لانك غادي تستافد من هذا الفيديو. ما تنساش تخلي واحد ابوني وتفعل الجرس باش يوصلك اي جديد حطيته في القناة. تخلي واحد لايك، تبارطاجي الفيديو باش تعمل فكرة ويستافد منه اي واحد مبتدئ في مجال الحلاقة. كيف ما شفتوا الطريقة اللي خدمت انا بها بالجوج، كيف ما شفتوا الطريقة اللي خدمت انا بها بجوج رقيقة. شتي كيفاش فيني دابا غادي نفيني هذاك الخط بالواحد ونص. هاد الخط اللي كتشوف هنا غادي تخدمه بالواحد ونص، غادي يطلع الخط مهرس ويطلع فينيسيون نقية كيما كتشوف. كيف ما شفتوا تبعتوا الفيديو طريقة الخدمة كيفاش دايرة. دابا غادي ناخذ البرودوي ديالي باش نخدم بالموس. طريقة الخدمة ديال الموس اللي خدمت بها انا، خليت واحد الخط اللي ما غاديش يصعب عليا الفينيسيو ديالو. هنا هذا الفيديو هذا خاص للناس اللي المبتدئين اللي عندهم صعوبة في المسح ديال الخط. بهذه الطريقة هذه كتمسح الخط بواحد الطريقة سهلة وكتكون تتحكم في الطاندوس، سواء كنتي كتخطف اولا ما كنتيش كتخطف، ما غاديش تخلي واحد لاطراس في البلاصة الاخرى اللي خدمتيها. كانت هذه هي النهاية ديال الفيديو. نتمنى يكون عجبكم النصائح وعجبتكم المعلومة. ما تنساش تابونا في لاشين وتخلي واحد لايك وتخلي واحد تعليق الا كان شي حاجة كتهمك في المجال ديال الحلاقة. وتبارك الله عليكم وشكرا.